فكرة المقطع كالآتي: جبنا شخصين رجال أعمال وخليناهم يطرحون علينا أسئلة، ومن خلال أجوبة الأعضاء راح يرتبون الأعضاء من رقم 1 إلى 5 حسب مين الأغنى فينا. طريقة اللعب: في كل جولة راح يكون في سؤال عام وراح يمر على كل الأعضاء المشاركين، وبعد كل جولة راح ينعاد ترتيب الأعضاء، وفي الجولة الختامية راح نعرف مين هو أغنى شخص في فريق تيو. طيب رقم 1 اسمك؟ فوز الشمري. ونعم يا فواز. كم عمرك يا فواز؟ العمر كله. لا ابغى اعرف كم عمرك يا فواز. خليك واحد افضل كوميدي. ابى اعرف كم عمرك يا فواز. 28. العمر كله ان شاء الله. يا حبيبي وياك. طيب يا فواز، لو اعطيتك مليون ريال وش بتسوي فيها؟ بستثمر بالساعات. اوكي طيب اي نوع من الساعات يعني؟ الساعات ذكية، الساعات الكاجوال، اي نوع؟ لا الساعات الاكجري اللي تزيد قيمتها مع مرور الوقت. يا سلام جميل تفكيره جميل. وشغله نادره شغله نادره ممتازه. ورينا. لا عنده نظره. يا سلام. هذه كم؟ هذه اوديمار، ساعة اوديمار. كم سعرها طيب؟ فوق ال100,000 ما شاء الله. صراحة ما افهم فيه لكن استثمار يعتبر اعتقد. طيب سعرها مع الوقت يزيد؟ نعم مع الوقت يزيد. لا ممتاز الرجال عنده نظره ما شاء الله. خرب بيت عدوك انا صدقتك يعني انت بنت كذا طول عمرك منتف بالكروهات فوق. لا مستثمر احترم نفسك. طيب خلينا نروح للي بعده. رقم 2 الاسم الكريم. جماعة الخير، جبت لكم برنامج يناسب حقين الأعمال والبزنس، وأنت في مكانك يرتب لك أمورك المالية وكل شيء يخصها، مثل المحاسبة. ومو بس كذا، يقدم لك بكل سهولة تقارير مفصلة، ويخليك بكل سهولة تطلع فواتيرك المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ومو بس كذا، إذا عندك عملاء تلقاهم بنظام كامل ومرتب وتقدر تتابعهم بسهولة. وإذا عندك مستودع أو مخزون تقدر تتابع كل شيء من عندك، من إدارة الموارد البشرية وكل شيء فيها، من تقارير الموظفين وحضورهم والموظفين الجدد ورواتبهم. أودو يا جماعة هو مو تطبيق، هو نظام كامل فيه أكثر من 45 تطبيق. وأودو يا جماعة قدموا لكم أول تطبيق فيه تسجيل مجاني مدى الحياة، وإذا حاب تستعمل كل التطبيقات السعر جدا مناسب، وفي عندهم اشتراك شهري واشتراك سنوي. وش تنتظر؟ جرب أودو، تلقى رابطه تحت في الوصف. ايمن محمد. انا ماكرم يا ايمن. كم عمرك يا ايمن؟ العمر كله. بعطيك كرت احمر. اعطيك كرت اصفر. لا بتعطيني كرت احمر لما تعرف مواليد كم. 2005 ما شاء الله. ان شاء الله العمر كله ان شاء الله. باقي ما طيب انت قدامك يعني قدامك اتعلم منكم جاهز. قدامك مستقبل كبير يعني وارقام كبيره ان شاء الله. ما بدا حياته باقي اصلا. يا ولد البدايه ما شاء الله عليك. طيب يا ايمن لو اعطيتك مليون وش بتسوي فيها؟ والله مليون كثير على 20 سنه. ايش بي بوكس لا اذا جتني مليون يعني انا الحمد لله 20 مليون. انا قد استثمرت قبل كذا في فورتنايت فبنت الزومبي. هذا سكن معروف ونادر. فالسكن هذا يعني تبيعه بعد فتره 3 سنين 4 سنين وقيمته ترتفع. طيب المليون هذا ما تقدر تستثمر بنفس المجال او عندك مجال ثاني؟ عندي مجال ثاني اللي هو البيتكوين. ما شاء الله. الرقمية. ايه سمعنا هذه. كان نسميها بيتي كوين. في ارباح في اعلان جميل ما شاء الله. طيب اللي افهم منك يعني الحين تستثمر انت في اللعبه. نعم. يعني بيكون عندك خيار انك تستثمر داخل اللعبه وانك تستثمر في البيتكوين. طيب اللعبه ما تحس انه الموضوع فيه يعني كذا في مخاطره؟ نعم في مخاطره بس يعني اللي اعمارهم 30 40 ما شاء الله ما يعني يفهمون في الامور دي. ايوه وش قصدك يعني؟ ما قصدي شيء ما قصدي بس الالعاب اضربيه. ختمنا الحياه وختمنا الاستثمار. ولا اقطع كلامك ايمن. اسلم. لا بقولك حاجه، انت الرجال لما كل سنه عن سنه ترى عقله يفرق عن السنه نعم. الماضيه، فانت لا تشوف ان اللي عمره 30 لا ترى سابقك بفكر ومطلع على حاجات اكثر منك. نعم صحيح. انت عندك حماس كصغير فهمت، لكن مهما كان لازم تسوي كنترول، يكون كنترول ترى قاعد يجلد هذا كان بجدني. من تحت الحزام. اوكي يعني خلاص. لا بس في معلومه انت ما تعرفونها. انا دائما احب اجلس مع اشخاص اكبر مني ب10 سنين 20 سنه عشان كذا اتعلم معنا من خبراتهم. جميل. وبعد حتى الصغار بعد اجلس مع الصغار بعد عشان تفهم كشغال انت تقول سكنات وكلعبه عشان تعرف فكره، تعرف وش اللي طيب. وش عقليه الصغير. طيب يا ايمن شكرا لك. شكراً يا ايمن. يا خلينا نروح أيمن. رقم 3. أهلا وسهلا. معك معاذ، انا معك. مستثمر كبير حلو. ونبذات. طيب العمر يا معاذ بتقول العمر كله العمر كله هذا اول شيء. سنتين ادخل 30. طيب. والله ما لها داعي. والله اضافه ما لها داعي. خلاص معلومة غير مهمة هذه. طيب يا معاذ لو اعطيناك الان مليون ريال وينها؟ لا اعطيتني مليون ريال. خلينا نعرف اول ايش بتسوي فيها. لو جاتني مليون ريال ايوه راح اكمل في الاستثمارات حقتي اللي انا استثمرها، الشباب يا يعرفونها. احنا مصدقينك. ايوه راح نكمل لان انا احتاج الان انتظر راس المال او الارباح اللي تجي من الاستثمارات. حلو.
فلما يجي مليون زياده فسرع هذا. طيب نبغى نعرف الان وش هي الاستثمارات اللي انت شغال عليها الآن حدائق يعني الرياض. في الحال. في ايش حدائق يهاوي تجميع حدائق، اوكي يحب صحيح المشاكل. يعني. الان بحكم ان رجل زراعي كويس. نعم. طيب انت شايف لون الخلفيه اللي ورا؟ قاعد اشوف هو شغال عليها. طيب يا كويس. معاذ يا اخوان ها يضحك صح؟ ترى النباتات الان من افضل الاشياء اللي ممكن يعني يستفاد فيها ومشروع ناجح جدا في مملكتنا العزيزه. صحيح صح. صحيح. ما الوقت في- ما هذا في شك. قاعد ليه نرجع صعدتها أشياء. قلبي مرة؟ شافها وطنيه ما نقدر نقول. طيب كيف تشوف سوق النباتات والشغال؟ تاريخي تاريخي ما انصح اي احد يجي فيه ليه؟ عشان يصير فيه احتكار. شكله شغال على الورد يا اخي. والله شكله اي. طيب ممكن نعرف وش طبيعه الاستثمار في القطاع الزراعي؟ يعني الزراعه قطاع واسع صح. وفيه مجالات الداخلي، كثيره الخارجي، إيه. فانت وش شغال عليه يعني؟ نبغى نعرف الان. نبغى شغال على ناخذ منك. النباتات اللي تعيش في اجواءنا مثلا زي الغضا. كلمهم هم واحنا. ولا لا العرفج ما في. رجال شغال على شيء. لا انت شوف انا انصحك نصيحه انك يعني تشوف شيء غيره بعد. ليه؟ غير لان لا شو هو يعني شيء شايف جميل. خير أنا لا فيه. هو شيء أنا ما جميل اقتنعت بس صراحة انك يعني يعني. انت قاعد تصعب. انا احس انه يعني بالعكس والله صدقوني هذا هل تشوفه قطاع ناجح؟ جدا. طيب مين بيشتري منك النباتات هذه اللي ذكرتها؟ سؤال جميل. أوكي. في جهات معينه هي اللي تشتري الاشياء هذه. اوبا طيب ايش يستفيدون؟ يزرعون فيها هذا الاشياء. انا حشر على الاخر. بزرع بالبيت غابه. يمدينا برضو الاشخاص الافراد زي الاستاذ ابو سعد. ابو سعد سعد. يمدينا يعني نبيع عليهم برضو. يعني اذا ودكم تكونوا اول زباين عنده. بس اللي فهمت زين واضح ما عندك. اللي فهمت منك انك انت يعني بمبلغ المليون يعني بتطور مشروعك، نعم. بتعطيه ابجريد شوي. ايه كويس شيء تفكير جميل. طيب يا صراحة. معاذ يعني الان ايش التحديات اللي تواجهها يعني ترى في اليوتيوب تحديات كثير قاعد انزلها. لا تحديات صعوبات. تحديات المشروع الصراحه موت بعض النباتات وانه العنايه فيها وزي غض كذا. الله أجرك. المشروع شوي يحتاج يعني رقابه يوميه. اوكي يعني لو اعطيناك المليون بتشتغل وتطور بتحاول نعم. تطور تزرع المشروع. نعم. جميل شيء طيب. جميل صراحه. طيب شيء ممتاز. راح والله نكبر تحدي. افراد ما العمل. تفكر انك تفتح او تدخل مجال ثاني يعني. لا زراعه بس غضا بس ايه طيب. عشان شو اسمه ما تفكر دمة طيب الغضا. تزرع إيه. تزرع ورد تزرع شيء ثاني يعني غير ممكن والله ليش لا؟ حلو. إيه ليش لا طيب بالعكس. طيب وضحت الصوره. خلنا نروح للرقم 4. هلا ومرحبا. نبغى نعرف ما شاء الله يعني الاسم قاعد الكريم يمسح وجهه رقم 4. الله يسلمك. واضح انه ما شاء الله مشروعه ما شاء الله. قوي ها. الحمد لله. اي احد فيكم حيتكلم حينضرب. ايه ما شاء الله واضح الرجال مرتاح. الله يسعدك. طيب انا بسالك سؤال. سام. لو اعطيتك مليون اي زين وش بتسوي فيها؟ ذهب. ذهب. انا انسان لا جميل جميل جميل. أنا تدري إنسان- انه الذهب قبل سنه جميل. يعني كان طايح والان لو فعلا انت بديت في الموضوع هذا قبل سنه الان انت جالس معنا من الاثرياء. ما جلس معنا بالفيديو. هل يا ترى دقيقة بس على اذنكم تفضل تفضل. هل يا ترى ما فكرت في اني انا استثمرت في الذهب والفضة؟ انا مستثمر في الذهب لي 3 سنوات أوكي. وداخل برضه في حصة من 20% من مبالغ في الأسهم. طيب ممكن 20% من مبالغ ممكن في نعرف الأسهم. كم طب عبد الله أها. سعر الأونصة الحين كم؟ الأونصة يعرف وصلت ل يجاوب. 635 امس. مضبوط فعلا لا، انا ما شاء متابع الله. السوق. صحيح انا تابعت اليوم. ترى انا ما امزح في الامور هذه في البزنس، انا ما امزح ولا لا لا لا، كويس اليوم احنا بس اليوم حابين نعرف يعني معلوماتك. اي وهل لا فعلاً خذ أنت راحتك. مقتنع ولا- ريد بول ولا هنا ف- برضه ولا- ما له علاقه. والله ريد بول هنا برضه. ليه دعم راليات يا اخوي؟ لا بس للامانه يعني الذهب عقلية- يوصلك البعيد يا ابو ما شاء الله. سعد. يعني لا، لا، ممتاز، طيب ما شاء الله ممكن عليك. نعرف اسمك؟ انا ما عرفت اسمك صراحه يعني. تركي الشريف. انا حاليا الان انا في الترند على فكره. في الترند. لا فعلا الذهب الان واصل لاعلى مراحل اذا ما تكونوا واصل عارفين في لفعلاً. الموضوع. انا مطلع اليوم انه إيه، فعلاً شكراً اليوم لك. طلعه قويه اليوم. عسى الله صادق يوفقك يا اللهم امين أستاذ. ومن يقول الله يطول يحفظك. عمرك. طيب خلينا نروح. طيب معك يا استاذ عبد الله عبد الله ونعم. مالك لمعظم النوادي في المملكه العربيه السعوديه. نوادي نعم. نوادي رياضيه. وش ممكن تكون الله يطول لي عمرك. نوادي طيب ايش التحديات اللي تواجهها مع اني اروح اني اشرف على البزنس تبعي، بس الحمد لله دام الكاش موجود يلا لك. بس يعني لو اعطيتك مليون ريال هل بتكفي انك تسوي لك نادي محترم؟ ممكن اسوي توسعه في احد النوادي اللي شغال عليها الحمد لله. عندنا احد المشتركين بس للحين ما جاء ولا يوم. شغال. هذا جاء تبرع للنادي. اي يعطيه الصحه والعافيه. يعني ما بتطور قصر. الصاله اللي عندك ما راح تفتح فرع ثاني. ممكن اذا الكباسيتي اذا ما اكتفى يعني نحتاج ان نطور نفتح فرع ثاني. يعني لا بتكفيك يعني. بزنس يعني ما بتكفي ولا- ممكن المليون تفتح لك
فرع ثاني يعني. ممكن كل شيء ممكن. بالتجاره الذكيه اليومين هذه مع التعاون مع بالذكاء أليكسا. الاصطناعي يمديك تسوي اللي الذكاء العجب. طيب الذكاء الاصطناعي هل يمكن يقدر يسوي لك دراسه الجدوى؟ دراسه جدوى ما يحتاج، انا اسويها بنفسي. طيب هل ممكن يسوي لك دايت الذكاء الاصطناعي، يسوي عندك دايت؟ ما اعتقد، ما وصلنا لهالمرحله، اتمنى نوصل لها. طيب خلونا الان نبدل الاماكن لا احنا بنعيد التوزيع كامل. بس ابو سعد انا بعطيك الفكره يعني. اول شيء ناخذ الذهب نحطه في رقم 1. مع الاستثمار هذا يعني انا جربته ويعني شفت نتائج كبيره في قطاع الذهب. الله طيب يطول عمرك. خلينا نروح نغير مكانك. والله ضبطت الذهب ها. لونس ها؟ كم من مصاب تريك؟ الشمري كم الشمري روح اخر واحد، خليك 5. يا بعد قلبي. مين هذا؟ خليك 5 حق الساعات؟ ساعات. انا اشوفها 4 انا اشوفها 4. طيب حلو نبي نخلي حق النباتات رقم 2 اتوقع. لا النباتات 4. هو مجال مدعوم ابو عبد الله، هو مجال ابو عبد الله. والله يا اخي غضا لا واشياء المجال يعني. لا هو ممكن هو شوف لو يطورها يعني يضيف في مثلا غير الغضا ورد. تبي الورد ما هي مشكله، نضبط بالمليون الورد. انت باقي يعني غضا. اي لا الحين غضا وطلح على حسب الموسم. على حسب ايه هي موسم. شتاء لا. شتاء. شعير. طيب شعير خلك رقم اشياء زي أربعة. كذا الصيف ترى. هذا. خلك برسيم. رقم 4 تمشي ترى معي. خلك رقم ما 4. فاضي وياهم والله. خلاص ورود. طيب جالك شوي صعب لكن ان شاء الله انه طيب. نشوف النتيجة. باذن الله باذن الله في الصيف رقم بإذن الله. 2 وش رايك؟ نقنعكم. رقم 2 بالعكس رقم 2 انا اشوفها مكانها مكان السكن بنت الزوبي اكيد. بنت الطياره تنزل بالساعات نادر ترى مهمه. وين تلقى بنت الزومبي؟ ايوه صار ب 120 دولار بنت زومبي. كم يبيع رقم الشمري رقم 4 صراحه. أوه. عنده شيء ترى الساعات. والله مشروعك فاشل بس يعني. يا اخي استاذنكم عاد. لا تعال ساعات. تعال لحظه تعال انت بالعكس الشتاء تونا في الشتاء يمكن الغضاء يكون مطلوب او هو صحيح هو يمكن مطلوب. يمكن تطرح فكره ممكن تطرح فكره من صح، ناحية يمكن بغير الغضاء. الفكرة. بس خله يشتغل على فكرته اكثر يعني أكثر. يطورها ويحاول يعني يجيب اشياء. انا صراحه ما اقتنعت بموضوع الغضاء انا انصحك انك تستورد من برا. استورد من برا. تستورد من برا. انا صراحه احب المنتجات البلديه. اوكي انا اشوف كذا يعني تقريبا الترتيب يصير واحد؟ مناسب. رقم 1 وش طبيعه السفر عندك؟ الطياره وش اسلوبك في السفر؟ اذا ما في فيرست كلاس اروح بزنس، اذا ما في بزنس ما اسافر. والله كذاب. جايب وزم. يعني بزنس ولا بس عن اذنك دقيقه. ايش؟ ها؟ ايش؟ لا هل انتم عارفين حياتي الشخصيه؟ هل انا ساكن معاكم؟ لا. هناك فوق. هل انا في اول ما نفس تطلع على اليمين انا منقسم في شقه. شوايه الخليج يوميا. هذه التسريبات اللي ما حبيتها. لا رقم 1 انا فاهمك انت محترم ذاتك مره طول فاهم عمرك. مكانتك وفاهم انت وش انت. طيب اذا سافرت ايش تحب يعني انواع الاكل اللي تاكله في السفر؟ يعني مثلا هذه قصه صارت لي قبل اسبوع، رحت روسيا ورب الكعبه. اقسم بالله راح البرد بالوقت ثاني. اقسم بالله سافرت روسيا. ترى روسيا ليش كاشخ حيل؟ انا ماني كاشف لا بس لانه كذبوني فلازم اوريكم الان ان انا صادق. رحت روسيا، انا احب اكل الاكل اللوكل للبلد، لازم الاكل يعني رحت المكسيك كل اكل مكسيكي، طبعا رحت امريكا تعرف كل على الاكل ثقافة الامريكي، البلد. تعرف على روسيا أكل الثقافات، أمريكي. تعرف وتعلم. هذا هو نمطي في الاكل في أوكي. السفر يعني. اوكي طيب السكن شوف السكن يعني وين وين باي التسكين؟ ولايه اخر مره سكنت في قصر قبلها فيلا. يس قصر احب فيلا، ومرات اذا كنت انا في مود التواضع فيلا اروح اخذ لي شقه. فيلا ليه تاخذ فيلا انت مسافر يعني؟ بالعكس الواحد ياخذ فيلا اذا كانت عندي الامكانيات، ليش لا؟ وانت ترك شغال عذاب يعني ان شاء الله ما عليك خوف ترى اللي تقول اني يعني طيب خوفي تحسدونه وينزل سعر الذهب يا اخوان. يعني الله يستر بس يعني زي شمي رقم 4 ساعات يكون الموضوع شوي كذا يمسك يشتري ساعة يمسك عليها شوي. هي ساعة يشتريها ويحسب سنة يحسب صح التايم صح والعداد بيمشي. ايه ما شاء الله. لا هو فكر لكنه الايرادات اللي راح تجي ما فهمتني صح. يعني فكرك حمار. ما ما فهمت التكتيك حقي. وش تك لما يجي دوري بعلمك. ما راح ترجع واحد لين تموت. طيب طيب خلينا نروح للي بعده. رقم 2 في السفر اسلوبك في السفر الطياره السكن والله الاماكن. اهم شيء يكون الانترنت عشان السفر بنت أنا الزومبي. ولي امري اللي مانعني صراحه. صح منعتها انا من فتره. بكره تجيب ولي امرك معك. موجود لا. ولي امرك. ما عليه بالعكس اهم شيء انك راضي ولا انت لا انا راضي. ليش؟ لاني ماسك الفلوس الحمد لله. قول لهم موضوع لندن. موضوع لندن هذا جت سفره طارئه يعني وسافرنا لندن. ما شاء الله. الاسكنات ارخص هناك. طيب ليه ما سافرت
سافرت لليابان عالم الالعاب لا هو العاب الشوتر يحبها. انا مالي في الانمي. طيب سؤال، وش تحب لا الالعاب؟ في وش كابكون تفضل؟ هناك، مش انا العب ترى بلاي كابكوم قاطعها. اوكي. اسمه شخصيه وش رايك بباتل فيلد؟ هذه لعبه صراحه لها تاريخ في قلبي. متى هذا الكلام؟ مثل التاريخ. تاريخ انت كم؟ وليد كم؟ 2005. اللعبه اكبر منك. يا حبيبي هذا النقطه اللي كان بوصل اكبر من اللعبه. قاعد يقيمها، المفروض ما لا اسالك لا انا. يعني اقول لك لعبه تاريخيه صراحه. بس طيب هي ولا ردت؟ ردد اي انت شو ودك طبعا. انا بشوف انت هل فعلا يعني لو اعطيك المليون وش راح تستثمر؟ انا خايف عليك يعني ما ابغى. الصدق الان مثلا عندك لعبه ردد من شركه روكستار، فتحوا مجال الاستثمار، فممكن استثمر معهم. وش تستثمر معهم فيه؟ استثمر في ايش؟ الخيل العربي. مو في الخيل العربي بس، حتى اللغه العربيه مثلا. كويس. كويس. اللغه العربيه يدعمها. حلو والله ممكن تنجح الفكره. طيب ايش رايك يا ابو سعد، نروح للي بعده ولا؟ اما كذا بسرعه. طيب ما نطول معنا انا وين ودك تسافر طيب؟ صراحه نظره ما شوف، اني سافرت كثير ما في الى الان يعني مكان ودي اروح الا مثلا انتاركتيكا. القطب الجنوبي. لا هو رجال مطلع مره. بس انه الان في طلب عليها كثير. البنج هناك كم؟ عشان كذا يورا شاف. طيب انت رايح انتاركتيكا ليش طيب؟ لانه المكان الوحيد اللي باقي ما رحت يعني القطب الجنوبي. ما في احد هناك ترى، ما في الا فيروسات مجمدة. مجمدة من ملايين السنين. بس اللي ممكن ما تدري عنه الرحلات الان لا يمكن 66,000 دولار الان وصلت. لا فانا انتظر الان يعني الاسعار يعني تغلى عشان ب 5 ريال. لا تصير معقول. ما بلعب بفلوس يعني، صح اني عندي مليون بس بستثمر فيها استثماري اولى يعني. لا فعلا طلعت انك انطوائي، انت رايح انتاركتيكا. والله يفهم. طيب خلينا نروح للي بعده. رقم 3. ثلاثة. السفر كيف؟ اسلوبك في السفر. الشباب بس يشجعونكم فقط. ما احب اسافر صراحه. ماني من محبين السفر، احب اركز على العمل اكثر، لان انت عارف في قطاع تنافسي وكل يوم يجيك منافس جديد، لازم تقارش الحيتان. انك تقعد تركز على عملك افضل من السفر. مالك في السفر مره ابدا، ولا لك خاطر تسافر او براسك الدوله تسافر لها أو ممكن بعد ما احقق المليار دولار في ارباح الشركه عندنا. المليار دولار باذن الله. انت هذا الطموح والتارجت. الاولى اي بعد ما احققها باذن الله. انا مركز عليها مليار حاليا. دولار يعني اشوف انه رقم كبير جدا يعني. هل في خطه استراتيجيه انت نعم ماشي عليها؟ شغالين على طاقم العمل. بيسفر عياله وما بيسافر. يعني ما تفكر انك تروح تتوسع في دول العالم بما انك يعني مالك اكبر سلسله انديه رياضيه؟ نعم، حبيت انك ذاكر الموضوع، الله يعطيك الصحه والعافيه. ممكن نطلع نتوسع، بس حاليا مو هذه الخطه الحاليه. حاليا نركز على. طيب كم اسعار اشتراكات عندك؟ احنا عندنا نفس النادي اللي انت فيه، يلا قول. احنا عندنا اشتراكات 6 اشهر وسنه فقط. احنا نستهدف طبقه شوي يعني محدده. الاشتراك ال6 شهور 6000 تقريبا. 8000 6 شهور 6000 يعني في الشهر. عفوا 8000. 8000 انت لازم تلحق تسجل ترتفع الاسعار مباشره. 8000 السنه ب 13000. والله يعني احس مقارنه في السوق غالي يعني. كيف يعني وش بتسوي لهم للمشتركين عندك؟ نلزمهم هو على ال6 شهور. او طيب انا جاي من برا، طيب هل انت عندك فروع برا ولا بس هنا؟ لا هنا فقط. طيب انا جاي من برا. طيب حياك الله استكشف. طيب انا ابي اشتراك، انا العب بنادي، ابي اشتراك طيب مده شهر او شهرين. طيب حياك الله، ابد الباب مفتوح، ترى احنا نرحب بالجميع. شلون بدون اشتراكات؟ بدون اشتراكات هذه ليش؟ انت ساعدت اخوك فالبركه تصب في المشروع. لا الرجال مضياف نادي، يلا رجال مضياف. عجبني الفكر. لكنك تدخل دوام هو يبغى كرم بالعكس كضيوف جايين بالعكس. طيب بس ترى شرعي. يلا نروح للي بعده ابو الساعات. نشوف وين بيسافر. اتوقع بيسافر اغلب سويسرا. لا انا بقول لك قبل شوي سالتني سؤال بجاوبك عليه. وانت تتوقع اني انا يعني اربح بعدين، ولكن السر اللي ما تعرف ان انا اربح بشكل فوري. كيف؟ عندي علاقات مع جميع الشركات بحيث ان الوكيل نفسه يطلع لي الساعه لما تنباع هذه برا في السوق. والله لا يستر لا يطيح. الصواريخ قاعد تطلق. ما عليك منهم، تقدر يعني تاخذ الساعه وتسوي عليها سيرش وتتاكد بنفسك. فلما اكلم الوكيل يطلع لي الساعه هذه
من عنده. سعر اقل. اسف بس ترى خاف عمل وكيل المدرسه. يا حبيبي يا حبيبي لا بقفل ناديك. تاخذ من هنا مو من برا يعني. اي الوكيل اللي جايبه. نعم. اوكي. لما اخذها من هنا فانا اعرضها برا في السوق، فلما اعرضها برا سعرها يرتفع، لان انا لما اخذها من المكان نفسه اخذها بالسعر الطبيعي، ولكن برا لان السوق ما فيه يعني فيه شح بالساعات. في شيء برا وين؟ برا يعني الرياض ولا برا المنطقه اللي فيها الوكيل؟ لا يعني برا المحل نفسه، يعني اعرضها بشكل عام موجوده في النت، اللي يطلبها من الخليج من هنا من اي مكان، فانا ربحي يكون فوري يعني. طيب كم تربح؟ معليش انا بدخل في التفاصيل. كم تربح في الساعه؟ كم يعني؟ تقريبا يعني حدود الساعه الواحده إيه. على حسب الساعه نفسها، يعني في ساعات مثلا ممكن اربح منها 30 40، في ساعات لا 50 60. عرفت شلون؟ اوكي. مجرد شراء. اي الا اني انا اخذها من الوكيل، هذا بسبب العلاقات. طيب يعني- هل الشاري هذا اللي انت تبيع عليه اللي خارج اي السوق هذا ليش ما ياخذ من الوكيل؟ لأن ليش الوكيل الفكر ما ما عنده يعرضها. فكر مو لا. مطلع؟ لا الوكيل نفسه ما يعرضها، يعني الوكيل اليوم لما تروح له تقول له بالساعه هذه يقول لك ما عندي، بس لو اجي انا بيعطيني اياها. ترى شوف اوكي، بحكم يعني خبرتي شيء محدود إيه. يعني شيء اديشن على قولتهم. بالضبط هذا. نعم. ابو سعد بحكم خبرتي انا ترى يعني البزنس كله علاقات، يعني 80% من البزنس الناجح لا في أقنع، العلاقات. دام فالرجال علاقات هذا أقنع. شغال، فهذا رجال. لا، لا خليك بنوزع. ثلاثة باقي انا الحين ثلاثة. بنزلهم شجر جديد. قول هذا السفر طيب اي كيف السفر عندك؟ كيف الله. وش؟ اوف الله الله 99 سفر لمصر. مصر مصر. عندي استثمارات ثانيه هناك، اوكي. استثمارات ثانيه يعني أوكي. افضل اني ما اتكلم عنها. طيب تتحفظ يعني ما تبغى تجاوب. اي بس ان انا عندي يعني سفرات ثانيه يعني طبعاً غير مصر. كويس شيء جميل يعني كنت تسافر انت لاجل استثمار ولاجل يعني اثنين في واحد. اي أوكي، نعم شيء بس انه كويس. يعني عندي اكثر من مصر يعني رحت. يعني لما تسافر ما يهمك انك تكون مبسوط؟ لا توني راجع من البرازيل والله. طيب، البرازيل وش قصة؟ خلي يسوون رقصه سامبا. كان عندي ديل ساعات هناك في البرازيل. ساعات مقلده. طبعا لا اكيد يعني. شكله اتوقع انه راح لما عصبت البرازيل. تعرفون نيمار صح؟ معروف. اكيد نيمار معروف. كان عندي اجتماع معاه هناك. اوكي. ممكن تتوقعون شرم إني أطقطق، بس عندك. اقدر اوريكم صوره يعني. ان شاء الله من عندك ساعه. لا كان يعني مفاوضات انه هو يكون الوجه الاعلامي لساعه جديده بنطلقها. انا اقول والله يحتاجون اثبات. والله تحتاج. شوف طيب وريني. ايوه. نشوف طيب. واحلف يعني انها هلالي انت؟ والله احلف انها 100. طيب أوريه انت فيديو تعرفت بعد. على نيمار هنا ولا برا؟ لا واضح مسمع إنه انا هناك. طيب خلينا نشوف. تفضل. فرصه. ما انت شايف طال عمرك أيوه. هذه مع نيمار اوه في البرازيل. اوه عرفت شلون؟ فعلا. وهذا هو منزلها في حسابه نيمار. اي يعني هذا دليل انه الرجال نوريهم. الرجال يعني طلع يعني طيب ما شاء الاجتماع كان ملعب يعني؟ اي لان كنت حاضر احد يعني هو الان عنده نادي كرة قدم هناك في البرازيل، فارسل لي دعوة فحضرت ونزلت صورت معاه في الملعب نفسه. فتحنا يعني بعض الديلز ولكن ما اقدر اصرح عنها لان الى الان ما اعلنوا. يعجبني اللي نعم. لا ممتاز ممتاز. إيه. الله الله يوفقك يعني. يوفقك. زين اهم شيء امورك زينه مع لا طيب الحمد لله. أنا ما كريستيانو كيف علاقتك معه؟ أدري- الله دونا يعني الحب هذا هذا يعني كلام بقول لكم اياه في الجوله الجايه ان شاء إيه. الله. يعني انا صراحه مشترك مكاني عندك في اعلى. النادي. اي مشترك عندك لا يكون مشترك عندك. نعم. طيب يجيب جورجينا معاه ولا؟ لا بس انا اوريك صوره بس. فكرة حلوة فكرة حلوة. احنا عندنا اثباتات بس. اهم شيء اثباتات. حقون هو معي اثباتات. بالنادي مشترك. بس لو تشوف الصوره بس. اوه كل واحد الحين. لا يكون شريك معك بس. نعم. انا حسيت انه نعم. شريك. شوف بس هنا كان وزنك اخف يعني. اي هذه يوم بديت ما اركز، كنت مو مركز على الشغل، يوم ركزت مع القعده. وش النصيحة؟ انا اتوقع اعطاك نصيحة. وش قال؟ اتوقع اعطاك نصيحة ولا انا ما؟ مين اللي اعطاني نصيحه؟ كريستيانو. لا انا اللي كنت انصحه. اها كان يستغل وقته بانه ياخذ نصايح مني. اوكي. طيب خلينا نروح للي بعده رقم 5. خلصتوا مني بسرعه ليش؟ خلصنا منك احنا يعني لا نعطيك لا لايك. عجبتهم ترى. يا حبيبي ممتاز. لا طيب والله رقم والله 5 جميل. عندك ابو سعد اسال رقم 5 لو بس سفر. اي بالنسبه للسفر. شاك خط الخبر رايح. لا بيجيك الحين شوف السفر. السفر نفس اخوياك وش يا سلام عليك. تسافر وش طبعاً طبيعة سفرك سكن؟ الهند. طبيعه السفر يا اخوان سريلانكا. اول شيء لازم سفره عمل فلازم تكون بزنس. حلو. يعني حتى الدرجه انا اخذها بزنس ممتاز. أوكي. اسافر للدول اللي تخدم المشروع مثل وفي نفس الوقت
تستمتع فيها. يا رب ما يقول مثلا يا رب. واحده من الدول العده اللي سافرت لها مثلا سريلانكا لا مثلا. خلاص هذه واحده من الدول اللي سافرت لها. سريلانكا. نعم اوكي. هذه طبعا مو مره واحده مرتين. المره الاولى كانت عشان طريقه الاتفاق مع هذول، المره الثانيه عشان طريقه الشحن. حلو اي تعلمت فانا لغتهم اي المره الاولى ايوه، وهذا قال والله كلام جميل انك اذا تعلمت لغتهم انت بتعرف تاخذ افضل الديلات الموجوده هناك والصفقات الموجوده هناك. تكلم معهم سريلانكا كم طيب تكلم لنا هو سريلانكا. قال لي لحظه، هو قال من وين أبدأ؟ حاجه، هو قال حاجه إنه هذا عربي حط تجيب من برا عربي اتكلم سريلانكا. اي انا تعلمت يعني اللغه انت اول تسافر سنه. بعد تسافر سياحه وبزنس يعني. نعم طيب أنت- اثنين في واحد. طيب انت شغلتك غضا في دوله غير انا لا لان انت تقول وين التوسع اللي بيصير، فانا قاعد اخطط اوكي ما هذا- يحتاج انا ديرتي هنا اعرف الاشجار اللي فيها، ما يحتاج انا اسافر. فكرت في غيرنا عندهم غضا يعني. لا عندهم اشجار مختلفه تماما. الغضا الاشجار عندنا. الداخليه ترى في سريلانكا. طيب وش الابرز نوع عندهم منتشر يعني؟ وش قلت؟ الشباتي. كورونا لا النباتات الداخليه صراحه بعده انواعها يعني. ما اعطاك اسم قال لك الداخليه لا الخارجيه الخارجيه بعد. لا هي الخارجيه عندهم، داخليه تصير عندنا لان الاجواء مختلفه. صح إيه. عوامل التعديل. تنوع جميل من صحراء بالضبط. جميل ما شاء الله. فلا الحمد لله. كويس. اهم شيء يعني الامور طيبه هناك. قفلت ديل توني قبل شوي اوكي. طيب. مع مين قفلته؟ مع مستثمر اخشاب مستثمر اخشاب أيوة. سريلانكي. سريلانكي. إيه. اوكي. كم ان شاء الله الصفقه كانت يعني مبلغها ان شاء الله انه للاسف لو ما في كاميرات كان قلت لك. ولا خسران؟ خليها اكيد انه رضوان. رجال خسران. 100%. رضوان اي عرفت بائع اخشاب. رجال خسران رجال يمكن. لا غير صحيح. طيب خلينا نقيم ابو سعد. رقم 4 لازم يتغير صراحه، اقنعني صراحه. انا اقول انه يعني يصير رقم 1 بما انه يعني الله ورانا يطول صوره مع نيمار. الله يطول. خلني بوريكم صورتي مع بائع الاخشاب. انا احب نيمار، شوف انا احب بائع نيمار الاخشاب. لا كذا بتثبت على 5 بس واحد ما تظلمه واحد صراحه. هو صحيح انه مع ورانا صوره نيمار، بس انا لا واحد انا مقتنع فيه ما ودني يعني. طيب عندي خلي- صوره مع اوباما اذا حاب اوريك عادي ترى، اذا تبغى الموضوع تفاخر ترى عادي. لا تبقى الاول اجل. مره واحده. مره واحده بس مرتين هذا مرة. مش كويس. لا حنا تبقى الاول نحب اجل. أوباما طيب. هو رقم 4 لا اتكلم على اوباما انه علاقات مو انه شيء واو يعني. بس ولا اقطع الوارد، خلني اوريك. اي بس خذ راحتك. بائع الاخشاب هذا الرجال السريلانكي ونعم. قفلت معه الصفقه. يقول انا واجد. ايه ونزلني حتى باليوتيوب قال ان هذا خوش واحد جاي يتفق معي يبيع يشتري اخشاب. هذا بياع اخشاب ولا ايه لا بياع ولا اخشاب. بايع بوفيه هذا؟ لا اخشاب. انا ترى قاعد تاجر عظيم في سريلانكا. شوفوا يا اخوان. رقم 4 اخشاب ليش تغير؟ الاثنين انا ودي صراحه رجعك بعد. وش رايك ابو عبد الله؟ والله يا ابو بما إنه سعد. أسأل وحداني ممكن اضيف صار. شيء لو سمحتوا؟ تفضل. هو كان يتكلم على بنت الزومبي والسكنات، السكنات هذه الان صارت تنباع بحراج على 20-30 دولار. صح. وش 30 دولار؟ قطعها. لا تقدر هذه تتأكد. المقلده مو الاصليه. افضل تقليد. انت لا تلعب في بس حبيت اقول لكم لا يعني. تشوي طيب، سمع. رايك أبو بس انك سعد؟ انت رقم 2 والله انا شوف رقم 2 هو اقنع لما قال انتاركتيكا ورجال ما هو اجتماعي. بس الرجال للأمانة. لما يكون واحد مقهى تجاري لازم يكون فاهم الناس، قريب من الناس. يعني ابو ايلون ماسك كان قريب مطرود من الناس. بيته ما كان. ابو سعد احنا نتكلم عن بزنس الان. احنا فاهم. نتكلم عن بزنس ونبغى نشوف القطاع اللي يعني يمشي اكثر معهم. فانا اقول صراحه يعني الساعات والأخشاب. رقم 2 يعني حط اشوفها رقم 2. رقم رقم 2 الاثنين يروح الاربعه. الله يسلمك. والله ما في يلا. اي حقوق للاطفال. شوف هو سؤال بس هو سؤال الثلاثه تفضل. انت ما عندك مشكله ولا انك تفتح انديه عنصر نسائي يعني الانديه النسائيه ليش لا المجال بما متسع انه للجميع. الرجال قال نيمار وش اسمه قال كريستيانو جاء بس الاشتراكات عندك غاليه شوي يعني حاول تسوي كل شيء مقدور عليه بس صراحة. عنده بس ترى انا مو هذا طريقة البزنس الوحيد اللي عندي اكثر من بزنس. مطاعم اكل صحي. لا ما له علاقه بقطاع الرياضه ابدا. هذا كذا قاعد تدخل في خط الله طول العمر. لا غير صحيح. عندي تفرعات اخرى. اوكي مثل ايش؟ انا عندي وكاله ساعات، هذا زبون يجي يشتري. اوه نعم هذا نصاب يا جماعه. نعم. انت الوكيل. انت الوكيل. حي عينك. أيوة. يبغى محتكر السوق. نعم يقول لك دائما لا تحط كل بيضك بسله واحده. صح. والله الساعات طيب والله كل الساعات طيب اذكر الساعات طيب اللي انت سم؟ اذكر الساعات بما انك قلت وكيل. وش تبي بس؟ تبي رولكس، معروف الوكيل مين؟ الحق اي رولكس. بي، معروف. ار ام، بس ريتشارد مو عبد ميلي. الله. تبغى نروح على فرانك حتى مولر. بساعة. في
في كثير يعني. طيب شيء قديم. شيء قديم عندك اوميجا، ما تقدر تروح محبوب غلط. كانت. في واحد شفت انه ما يدري بالساعات، شفت صح بس اقول لك يعني وجوده في رقم 2 ظلم. طيب ابو سعد انا اقول كذا لكني اقتنعت بديت رقم 2. هو قال انه هو وكيل رولكس، ابحث هل اسمه عبد الله وكيل رولكس؟ لا بس مو مو بس لا أكيد بس الرجال يعني. ذكر لنا انواع واجد. شوف مو شرط انك نصاب يا جماعه الخير، شو عندي وساعات شلون ما تجي. طيب اذا كان كذا اذكر لهم ساعات اكثر منه. طيب ورهم ساعتك. بسم الله. ها اوه عرفهم هذه عنها. شو اسمه؟ هذه سيجا ديزاين، هذه من سيجا. هذه دخلت على قطاع الرجال. قمت ترشق الكلفه. بديت اقتنع. هذه ساعة ميكانيك نسخ محدودة في العالم. طيب انا بديت اقتنع بس ان انا بسالك عن ساعتي، اذا عرفت وش هي ساعتي ساعة؟ انا اعرف انك صراحه معروف هذه هواوي. لا لا ابدا، ما عندك اي يا خبرة. هواوي ما انا عندك اقول لك أي اجل خبرة. شاومي. لا لا لا, لا, ساعة لا. ساعة ذكية هذه صح؟ ساعة رياضية هذه. إي لا، مش- إحنا مش قطاع. ساعة ذكية. هذه الرياضيه اللي تشوف دقات القلب مع- والنبضات والركض. تعرف يعني فاهم فيها. شوف أنا لا، ما عشان اشرح لك أيوة. انه انا لي في الاندية هذه شوف، شاومي، هذه جامع، هذه حقت الصحة وهذه حقت انا اسالك عن هذه افضل ساعة رياضية في العالم. انت قاعد تبيع لي يا حب. مستحيل ما تعرفها. لا انت تقول لي انا في قطاع بس الساعات. انا مو قطاع لازم الساعات تبيع. الرياضية، انا قطاع الساعات الفخمة. اوكي. بس لان الرجال يجي يشتري من عندي. بس انك بس انت عندك نادي، فالمفروض انك تكون عارف يعني الساعات الرياضية. هذه السنة القادمة باذن الله. ابو عبد الله أوكي. هو قايل حاجه من شوين ما هي اللي بس ردتني عن الموضوع انه هو الوكيل. انت بتقول انك ما تحب السفر ولا تسافر مره. صحيح. الوكيل هو يسافر. وكيل لا غير صحيح. لما تكون وكيل انت في تسافر ليفل والله برضك جامد. معلم. والله في برضك ليفل معلم. في ليفل بالثراء توصل له، ايوه يصير عندك عميل هو اللي يروح يقوم بعملك. يصير عنده مهربين أنا أحس- يهربون. عندنا عميل اسمه باتر. كلام نعم عندي عميل اسمه العميل باتر. باترك هذا والله صحيح. كثير. هذا شغال عندي كونسيرج. لا تلعب فيني انت قاعد هذه كلها حقائق، انا ما عندي الا حقائق. طيب يلا أكيد خلينا ما ننتقل نسيت. للجولة اللي بعدها ابو سعد. الجوله اللي بعدها الترتيب خلاص. مسنترين طول اليوم. ممكن انه يعني نغير الموضوع. ممكن نغير الموضوع لان كل ما اللي انا مستعد اتنازل له عادي والله. حزن اعرفكم اكثر بعد كلامكم، افهمكم اكثر وافهم يعني صح. تفكيركم يعني. بس اللي افهم منك طيب انا جالس هنا. بغير مكانك الاول لا 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 بس دقيقة بس قبل لا اغير مكانك ابغى تقولي نكتة. يا ضحكتني انا ابو سعد. تصير مهرج هرج يا حبيبي. تطلع له استثمار. هذا قطاع ثاني صراحه. ادخلنا الابتسامه انت. ابغى نكتة واسمع نكتة واضحك. يلا ضحكنا، انا كلنا نبغى نضحك. يلا ضحكنا ضحكنا. هذا ليفل الثراء ما حد وصل له فينا. يلا ها شوف هذا اعطونا كور. لحظة يا لا انت لا نبغى نكتة، نبغى نسمع نكتة انا ابو سعد يعني. والله ما يحضرني قل في للأسف والله الآن. كان في مستثمر سوى كذا كذا. ضحكنا يا اخي. انت قولها احنا كلنا بنضحك ما عليك، نشيل. يعطيك والله العافية. والله والله بنشيل الليله. النكتة يا طوال الاعمار والسلامة هي مركزي الحين. يلا هذه نكتة. هذه ضحك. انا ابي رقم 4. هلا ها رقم 4 انا ارد رقم إيه، 4. ودي تخليني الاول. لا ها يا ريت انك ما تكون وحيد بس. ما اكون ايش؟ وحيد وحيد. من طوال. لا لا ابشر والله انا تعرفت عليك وتعرفت على الشباب الحين ان معك شاء الله. الشباب. ترى بيخلص بيرجع غرفته ويقف على نفسه. خلونا خلاص برا يقفل. خلونا نسأل سؤال ثاني. نبدأ معك يا رقم 1. سم. كم تصرف تقريبا في الشهر وعلى ايش تصرفها؟ احنا نتكلم عن حسب اول شيء الظروف والظروف الاقليميه والامور هذه كلها. يعني احنا نتكلم اذا انا مثلا ما سافرت وموجود هنا في الرياض من 130 الى 160 الف. 100 في ايش؟ حال 130 من ريال. 130 الى 160 الف. في حال سافرت في الخارج نتكلم على 350 340. مع الاسف عندي عاده سيئه جدا اللي لما اسافر برا اصرف. ما انا عارف كيف لدرجه اني مسكت حسابي لاخوي. مسرف ابو عبد الله. طول العمر مسرف. أقول. جدا جدا يا ابو سعد يعني صراحة هذا ما ادري شو خلينا انت رقم. مسرف. انت مسرف لكنك هل انت يعني 160,000. كل واحد على قد ميزانيته يا اخوان. هو يحق لك هو صحيح. حتتكلم على فلوسي؟ ذهب بس 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 هل حتى أنت ولو تنجح؟ لو انت يعني لو عندك مبلغ كبير ما راح يعني تصرف. اسالني ايش سيارتك؟ ايش سيارتك؟ مازدا.
مازدا نعم، بس انا في السفر اصرف. تصرف 160. اذا في شيء انبسطت عليه اصرف. أيوة. ولكن انا عايش هنا عيشه طبيعيه جدا. هنا السالفه ما اجي اكشخ. هل جيت في يوم لا طبيعي شوف طق لابس جزمه ومدري، لا عادي والله جدا. فعلا. والله فعلا والله الحياه طبيعيه. شايف؟ وش عليه تروح تصرف يعني اكثر شيء تصرف عليه؟ اكثر شيء اصرف بنزين. عليه اول شيء هنا ولا برا؟ لا هنا اتكلم عن هنا. هنا اكثر شيء اصرف عليه الله يطول عمره بعد الدخان. والله كلب كذاب. اكثر شيء اصرف عليه، لا انا اقول لك اكثر شيء اصرف عليه مع الاسف الشديد يعني الواحد والله العظيم ما ادري ايش يقول لك. بما انك تصرف 160,000 إيه، يعني فارقة يفرق ثمانية. معك 160,000 ومازدا 8000 اللي بتدفعها. هل في شيء مزعلك في المبلغ اللي انا قلته؟ يعني صراحه مستفز شوي يعني. لا، 160,000 صراحة انت عبد عارف الله هو- هذه استثمار يعني كم بيجيب لك. حر مالي اصرف مثل ما ابغى. ايش رايك ابو سعد؟ السؤال غير على فكره ترى كل ما اكون انا في الخلف 5 أو 4 ترى يكون افضل لي، عشان ما ابين ان انا غني. هذا مو هدف اليوم. اذا كنت تحسبوني ان انا ببين ان انا غني هذا مشكله ترى. بالله اقطع ورا عرفت؟ طيب انت سيارتك مازدا وتصرف 160,000 وش ساكن مقصر تدفع فواتير؟ لا، لا، تدفع لا. خدمات، أنا عندي- هو فتيو مو بور. انا عندي تدفع ايجارات، تدفع انت شغال ذهب. لا انا عندي فيلتين ممتاز. ماخذ والصرفيات والصرفيات اللي الان قاعد اصرفها قاعد تكون اكثر على اني انا قاعد ابحث على بزنس ودخل اخر موجود عندي. حلو هذا غير الفل الذهب الاول والفضة. الفل فلتين الثاني. ليش؟ لا لا فعليا. متزوج ثنتين؟ لا لسه الى الان نازل. فلتين ليش؟ فيلتين. فيلا الاولى لصناعه المحتوى، تعرف انا يوتيوبر شويتين كذا احب اسوي فيلا كامله لصناعه المحتوى. اما الفيلا الثانيه اللي هي موجوده اللي انا اسكن فيها، باي ذا واي احنا في فيلا ترى. فما حبيت اذكر ما شاء المعلومه هذه الله. قلت عشان لك يقتنعون بس. يعني ما شاء الله تبارك الله، بس طيب، حبيت خلينا- انك يعني عادي. خلينا نروح للي بعد ابو بيبان سعد. مشرع في وقت خلينا حياته. نروح للتاجر الساعات. نبغى نشوف يعني كم تصرف تقريبا في الشهر وعلى ايش تصرفها. تبيها بالدينار ولا بالريال؟ بالريال. الدينار ما يدري. انا من الكويت يعني. اوكي إيه، اوكي فممكن انها تصير فيه لخبطه معليش. بالكرنسي. كرت الغربه ارمى. اوكي إيه. ايش؟ طيب بالكرنسي. طيب اوكي نبغى نعرف يعني صراحه كم حدود ال 3,000 ونص الى 4,000 دينار ولا دينار ولا دينار. طيب إيه. في الريال كم؟ يعني حدود ال 40 45. وليش تقريباً. طولوا؟ انت متاكد انك من الكويت؟ تقريبا. اي نعم. لا ترى فعلا هذا حق برا الفيديو من جد ترى. طيب شغال هنا عندنا ليش؟ طيب اشتغل هناك، هناك عندهم يحبون الرفاهيه. طيب يشترون ساعات هناك يشترون أكثر. ساعات صح يحبون صح بس السوق الان في الرياض منتعش. صح يعني صح. فرق عن الكويت يعني في لا، بالرياض يعني يعني صار انا عليه كتاجر طلب صراحه اشتري يعني الساعات تهمني يعني تعرف اقابل يعني تجار بالضبط. يعني لازم اكشف ساعه. انا والله العكس رقم صراحه واحد. الساعات ما بس اسمع عنها إيه. والله. لك من عندي ساعه ابشر طيب. بالخير. يعني طيب يعطيك وش العافية تنصحني يا يعني حبيبي، اشتري كذا. ساعه يعني بحكم ما تشوفني كذا وش تنصحني يعني ابغى ساعه كذا كشخه يعني. والله يا طول العمر انت اللي تجمل الساعه. الله ساعه ما يطول عمرك تجمل. عجبتني الله عجبني يسلمك، الله جدا. يسلمك. انت اللي تعطيها سعد مقدار قيمه. الله يسلمك. وش تنصحني؟ هي الكلام الحلو. انا الساعات اعرف اذكر قديمه ديزل. ايوه كانت ديزل حلوة، انا أي. اذكر كلاسيكية. ديزل كنت البس ديزل، إيه، ديزل. إيه. رقم 3 هلا مرحبا الغريب ومسهلا. اللي صراحه انا يعني طيب يا كل رقم يوم 3 تفكيري كم معك. تصرف في الشهر؟ في الشهر؟ تقريبا ايوه. ما يقارب 500 الى 700 ريال. 500 ايش؟ ريال بس؟ نعم تاكل طحينيه. تاكل طحينيه. هذا ما كان سؤالنا. 500 ريال كيف 500 ريال في الشهر؟ نعم الحمد لله 500 الى 700 انا قلت يعني طيب. 700 ريال اساس احس فرقت ال 200 ريال. تفرق في قطاع العمل، تفرق الريال يفرق. طيب وش يعني ايش تفطر؟ ايش تتغدى؟ ايش تتعشى؟ تبن. على الميزانيه هذه في الشهر. رقم 4 خلينا نروح اللي بعده. رقم 4 رقم 4 كم تصرف يا رقم 4؟ انا اعمل بالنسبه بموضوع على حسب الايتم شوب. واضح شكلك اي كود تستخدم؟ الفسحه. واضح مو حاسبها قد صح شكلك ما حاسبها صح. في نظريه يقول لك اياها 40 20 40 40 20 20 اللي هي تقسم دخلك 40 20 20. اوكي اشرح لها. حلوه ال 40 استثمارات وال 20 الاولى لك وال 20 الثانيه برضو لك. برضو لك بس اليوم الاسود. بس باقي 20. باقي 20 زياده. هذه على ايتم شوب. في الشهر كم يا 4؟ يعني 3000 في حوالي بوكس. تبي بالفي بوكس ولا بالريال؟ كلها اشرح لي ذي يعني حدود 20,000. 20,000 اوكي. اي كاستثمارات يعني مو بس شخصيه يعني. 20,000 هذه لك انت صرف مصروفك انت. ايوه مو عاجبه الاستثمار فيه يعني استثمار من ضمن المبلغ. طيب. يجي رقم 5 يعطيك العافيه يا حبيبي. رقم 5 كم؟ صراحة 5 ثواني شرط. نرجع للمسخره خشب. إيه، يلا صراحة
طبعا اول شيء بس حاب اقول لكم اني شفت الاثنين دول في سريلانكا مشترين ساعات تقليديه، هذا بس حاب اقول لكم بس. الشيء الثاني اوكي كذا النظام. اي شهريا اصرف ما بين مع الاستثمارات مع يعني الاحتياج اليومي وزي كذا، اصرف ما بين 50 الى 100,000. تعرف استقطاب الاشجار ما هي بسيطه. اي ايه كلها تحملها روي، أنت؟ كلها شكلها لا روي مويه. نشتري كونتينر شهريا. روي ترى مويه يكلف. كلها، روي مويه كلها. اوه جابها على الوتر الحساس. على الجرح. هذا اكثر شيء مبهدلنا مصروف هذا. والله مبهدلنا. طيب مع ان عندنا مياه الجوفيه يعني فيها لا ما يصلح تستخدم دائما المياه الجوفيه، يعني كم قلتي فمن 50 الى 100,000. من 500 نعم. طيب بس يعني كله مويه ما في شيء ثاني؟ لا بالقلنا الاستيراد مطاعم الاكل الشيء. ايوه الاكل الشرب ما يكلف يمكن 5,000 10,000 كذا بالافرج هذا، بس الباقي كله في المتعب ترى. بذور ومويه ورش شايفك انا انا اخوي بعد المزارع. انا اخوي يشتغل بالزراعه، انا مساعد اخوي عنده ما شاء الله مخططات. هوايته الزراعه. مخططات زراعيه. انا اقول سبحان الله يشبه اخوه. يشبه اخوه. هو يشبهني انا. شفت ناس وصلنا خير رجل. سريلانكا. مو سريلانكا تطمن. انا اخوي زرع هجن بذره. هجم بدره. صحيح والله اتكلم صحيح، هجن بذره. حتى كان صغير عمره 14 سنه بس يحب الزراعه ويحب يشتغل في البيت بالحديقه جميل والله. وبالمزرعه يحب ومع جدتي. اجل ممكن نستقطبه عندنا في المشروع. ما عندك مشكله والله بالعكس. فتستفيد نفخر من خبرته. بالشباب. فاهم كفاءات ترى. الكفاءات. هو فاهم ما شاء الله، وفاهم حتى يعني فاهم اللي يسوونه برا بعد. هو دامه وصل لمرحله هو تهجين شغل. بذره. فهجن بذره بين بيدجان وبين بطاطس، وفعلا صارت تهجين. عجيب. صحيح والله. فطلعت النبته لكنها وحتى اثمرت لكنها ما يا ربي تثمر. فسالته انا قلت الحين انت هجنت بين الباذنجان والبطاطس، وش اسم النبته ذي الحين؟ قال باذن طاطس. والله صحيح ترى صحيح والله ما، لكن ما طولت ماتت 3 أسابيع ماتت. خلونا نعيد الترتيب. انا اقول صراحه الشمري رقم 1 يروح. الله يسلمك. قدم على يلا والله صرفت. وحق الزراعه يروح رقم 4 5. والله لا والله هذا دعس مسكين الاطفال. يعني خلاص مره كذا نعتمد يا وبعد أبو ما زايد. هو وحيد خليته. خلني وحيد في 5 ها. يلا كذا اشوف انه تمام. رقم بس انا رقم 3 غريب يا اخي، الله يسعدك. غريب. نشوف الجولة مقنع الجاية. غير ممكن مقنع يعني مقنع، وانا لاحظت نشوف إنه الجوله عنده- الجايه ممكن نغير راينا شوف ابو عبد فيه. الله انا رقم 3 اتوقع صحيح يجي منه شيء، يعني لان اشوف فيه له منافسين فيه، احس انه كنا مغيرانين منه، كنا ما لاحظت الشيء ذا. والله صراحه ما كان يعني مقنع للدرجه، يعني صراحه أنا زيك الاسعار بس- عنده في النادي غاليه شوي. بس إن انا لاحظت الشباب انهم عليه يعني. اشتراك مجاني نصيحه والله. اشتراك مجاني باذن الله. خلاص استاهل. اذا كذا انا اقول والله فعلا لازم عيد النظر. رقم 1 شكلك تبيع ساعات بالجوال. قاعد اشيك على المبيعات ما شاء الله يعني قبال الزياده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب رقم 1 وانت بكرامه في دور تمية خلص عليك الشامبو اثناء الشاور. وين؟ دور تمية قاعد تستحم ما قد صارت له شفت. بس كل خلص الشامبو اي بتسوي. والله شوف بعطيك جوابين، عندي اكثر من شامبو بس لنفرض ان كلهم خلصوا. تكتيك الاساسي ونعبيه، بعدين نرجع، بعدين ها شلون؟ ها بعدين خلاص نمشي الليل. بس انا فوق شوف يا زراعه بسبب الموضوع هذا. والثاني اي قلت لك الاول انه ما يخلص، ان انا اخذ اكثر من حبه، بس نفرض انه خلص اعطيتك الجواب. طيب رقم 2 يا هلا صاحب أبوي. الذات العالي حبيبي الله يطول يا عمرك. صاحب ليتك ذهب واستثمر فيك الله يطول لي عمرك. يا حبيبي الحقيقه ناسبتك الله يسعدك يا حبيبي. نفس عجبتني. السؤال. الحقيقه ما قد حصل لي الموقف هذا انه الشامبو يخلص عندي. انا اذا اخذ بالدرازن انا الشامبو في كم ينتهي؟ اقتصاديه. بعد سنتين بعد 3 سنوات بيخلص الشامبو، فليش اخذ لي واحد بعدين بعد اسبوعين اخذ لي واحد بعدين بعد شهر اخذ لي واحد؟ درزن. طيب قل خلص، طيب قل خلص. طيب انا انت شوف انت مره متعالي لو يعني. مره لا اعوذ بالله من التعب الا هذه. حلو. لو خلص تكتيك الرجال الله يطول عمرك. مويه. مويه رجع. نحط مويه شويتين كذا نضبط الليله. ما في شيء ثاني حل ثالث او ثالث. حل ثالث اذا ضاقت السبل جدا وكان لابد يعني ترويش يعني فيري. اوبا ليش لا؟ لا لا والله نزل تروح مضلع على 5 شوي. والله نزلت نزول. زي الذهب اللي بينزل. ليش لا؟ ليش لا؟ فيري. نعم حسب نوعيه شعرك
ممكن انك تاخذ الشامبو عادي، شامبو اليد ليش؟ عادي ترى تحط هنا. ليفه هو تغسل الصحون، بتغسل الصحون. مصيبه. ابوي لا تتروش احسن لك تقعد تحط فيري على ورا شعرك. خيسكم ولا ينفع من الحلال ايش فيك انت؟ انا اقتنعت انك ما انت راعي ذهب ولا عندك سالفه. والله شوف والله سقط شكلك والله. بنشري. على بالنا شو اسمه. صدق والله شوف والله فكره والله شوف بيني وبينك موضوع الفيري هذا انا قلت لك اذا ضاقت السبل، بمعنى انا الانسان الان مثلا في صحراء معي مويه ومعي فيري، هو قال لك بالحمام. لا فرضا انا اقول لك لو ضاقت السبل طيب بستخدمها، ليش لا؟ خلينا نروح اللي بعده. اروح الخمسه لا والله لاحق على التقييم، بيجيك التقييم. اتمنى يكون شوي بس. لو وضعت في هذا الموقف موقف يحصل عند اي احد طبعا، بس ما قد حصل لي، ولكن انا حصل باذن الله. زي ما قلت لكم انا عندي كونسيرج، عندي عامل اسمه عامل باتريك، هذا متواجد معي شغال، يروشك يروح توفر لنا الشامبو. انت تدخل الحمام معك جوالك عندك 6 ساعات. انا لا عندي زر، مجرد ما اطق الزر حادث الجهاز وهو يفهمني على طول. حتى بفورتيز مو موجود. يعني كويس صراحه، اقنعتني لا بدا فعلا. يقنعني برقم يا حبيبي، انا الله عايش يعني كلك ذوق. فاهم رقم 3. طبعا الرجال عنده انديه لا ومستثمر مجرب الرجال وعنده- قال الزر حق الخدم يعني الرجال شكله واضح ما شاء الله عليه. طيب خلينا نروح للي بعده. رقم 4 اذا خلص يرمى زباله نشتري واحد جديد. طيب لو لنفترض انك قاعد تتروش وخلص عليك، جيت خذيت الشامبو تبي تحط منه اثري مخلص ما في، شو بتسوي؟ زيت النباتات. انا لو رحت سريلانكا كانوا يستخلصون الاشياء هذه من النباتات. وش جبت النبتة؟ معك. اللي ودك انت. اي شيء كله قال. كله شغال. غضا يا لا سريلانكا مشهوره بالقرفه. حلو. شامبو القرفه ترى يجيك تاريخ. أوكي. فخلاصه القرفه احمها بالنار وحط هناك فلفل اسود. اطبخ يا عم تغدى. تسوي لك شامبو رايق عسل. ليش ما تستثمر في الشامبو يعني تحب بما انك شيح وما شيح؟ شفت يوم رحت لسريلانكا قلت لي قبل شوي لا، قابلت الرجال حق الاخشاب. ايوه هو نفسه صديقه يبيع الاشياء هذه الزيوت والاشياء والخلاصات العطريه. الشامبو لو خلص وش بتسوي؟ والله شوف انا قلت لك في البدايه اني انطوائي وهذه ترى نقطه تحسب لي ليش؟ يعني ما ما تتروش؟ يتروش. إيه، يعني ما لو ما تتروش؟ تروشت سنه ما بتخيس احد، ما في احد اللي بينقد عليك. وما عندك احد يجيب لك شامبو زي رقم 3 لا ما وصلت للمرحله هذه صراحه، مرحله الصواريخ هذه باقي ما وصلت لها. شنو السالفه؟ لا الرجال صحيح كفيه ترى زر وذا ما صراحه ما موجودة، خشيت. لا صحيح موجود. بس انا لو طحت في هذا الموقف بكون قبلها طالب طلبيات، يعني عندك امازون عندك عده تكون مواقع. جالس لين تجي الطلبيه. لا عادي لا تتروش. نأجلها لليوم اللي بعده عادي. اي عادي ما في اشكاليه. خلينا نعيد الترتيب يا ابو سعد. لا اقنعتني انت يعني جرمك أنا واقعي. لا صغير انت ما صحيح ما استهلك ترى شامبوات. لا انت حتى عندك صغير الجرم ما راح يطلع منك شيء. نعم. طيب خلينا نعيد الترتيب. أنا رقم انا ثلاثة، اشوف رقم صراحه ثلاثة. رقم 3 مظلوم، رقم 3 يعني يقول حاجات. لازم يروح رقم 1. الله على الزر. لا رقم 2 الزر هذا لا مو والله بعد بالفرنسيس. يا اخي رقم 2 يعني يا أخي. رجال موجود عنده. رجال- حسد، شوف الحسد. بس الزر بقول وين لكم هذا؟ شيء حسد. ترى الشامبو اهم شيء، انت تاجر كيف تطلع كيف تقابل يقول لك هو اللي يروح العملاء طيب، كيف تحط تقابلهم؟ مويه التاجر هذا الطفره ما يسويها يا تبي رجال. اجيب لك شامبوات اللي فوق. عندي سؤال رقم 3 رقم 2 عشان بس ما اظلمهم. سويتش اي سويتش مع بعض حروح من هناك. قبل قبل مع بعض سؤال. السؤال عليكم جميع يعني بشوف مع ردة أوكي. فعلكم مع بعض. اي نهم عند الانسان الصحه ولا الذهب والزينه؟ الصحة. انت قلت الصحه رقم قلت الصحه انت صح بالذهب صح؟ كلنا قلنا الصح. لا جاوب. فرقم 2 هو اللي رقم 3 اللي كانت 2 الحين هو اللي يستاهل صراحه يكون بالمرتبه الثانيه ولا تبي تلعبنا بس تزعل كنت مني. لا والله شوف كذا صح. كذا شغال على الصحه وبدن الانسان صحيح. رجال ذهب و الصحة لا تقدر وثمن. كل واحد ياخذ الشيء اللي انا ايش يناسبه. قلت؟ انا قلت الصح. لا جاوب تقدر على تقول. نفسك نعم. يعني لا، عشان بس الصح تحصل. طيب كم ساعه معك؟ كم ساعه الحين؟ كم ساعه معك الان؟ الحين كم ساعه تملك الحين معك شيء لها؟ 12 ساعة. الثلاثه. لا الحين الحين في جيبي؟ الحين بس بدك هذه. ساعه بس قول عندك 24 ساعة. ثنتين عندي الان. بجوالك ساعه يا سلام. طيب خلينا نروح للسؤال اللي بعده رقم ابو 2 سعد. بس رقم 2 عندي ساعتين. ثلاثه. ساعتين اي هذه حقت سوق الاعمال الحرة وهذه الساعة شوف اليوم. والثالثه جوال. ثالث الجوال نعم. رقم 1 اتوقع. ياس. الحمد لله. ايش رايك ابو عبد ايش الله؟ ايش احسنت ابو سعد. انا اقول هذا الرجال ولا لازم هي اكثر ساعات يعني في اليوم؟ ايه لو داري كان. بعدين الرجال ما شاء الله يعني
طيب خلينا نسال سؤال. رقم واحد، لو عندك مبلغ 100,000 وفي مشروع تكلفته 500,000 كيف راح تدبر؟ سلف. باقي؟ على طول. ما سمعت السؤال معليش انا. شفت المستقبل اني رحت 5. معك 100,000 وعندك مشروع من دراسة الجودة مدروسة جاهزة، المشروع يحتاج 500,000 عشان يعني انا معي 100,000 ومشروع يحتاج 500,000، ايش ممكن اسوي بهذه العمليه؟ يبدا المشروع. اوكي ترى ممكن يجي سؤال بالاختبار ذاكره. كيف راح تتصرف؟ كيف راح توفر المبلغ؟ في عندي سندات ومحافظ في البنوك، تستخرج ممكن احد السندات تبيعها وتوفر هذه الكميه وتستثمرها في هذا المشروع وتطلع الايرادات وتضيفها في المحفظه من جديد. سندات من ايراداتك من مشروع اخر، انا قلت لك عندي مشروعين، فانت خذ من هنا وحط هنا زي كانك ساحر. بس كذا انت وزعت البيض كله في سله واحده. نرجع للبيض يعني ما البيض شوف يا حبيب قلبي، البيض هو صح مو موجود في سله واحده، إيه. توزعته بس عادي شو يصير ميكس شكشوكه. شكشو هو الوضع صدقني تاجر دائما فاهم نظريه على فكرة الشكشوكه انا تاجر. احب الشكشوكه على فكره. يا بعد قلبي مع كابتشينو طيب صح؟ هل راح عبد الله ممكن شفت قاعد لك ترى بس مع هذه تميس ولا مع تميس ولا قم اصلا شنو قالك هو اصلا قالك شغله تمييز والفول يعني بينه علاقه معهم. تميس وفول؟ اي تمييز والفول طيب بينه خلينا نروح علاقة. اللي بعده. رقم لو اثنين. عندك 100,000 وفي مشروع تكلفته 500,000 كيف راح تدبر الباقي؟ اول شيء مو لازم ادخل بالمشروع اذا انا عندي ضيق في الكاش فلو. حلو. الله طيب صفقنا لك الحين. اول شيء مو لازم ادخل اذا انا عندي ضيق بالكاش فلو. سرقته شلون؟ ليه ما صفقت مره ثانيه؟ طيب لنفترض انه في مشروع فرصه استثماريه بالضبط. قويه. حلو، الان عندي خيارين، يا اني اكسر الودائع اللي موجوده في البنك. ها. الودائع يعني في ودائع انا حاطها في البنك، يا اني اكسرها يا اني ابيع مركبتي و مركبتك تجيب لك المبلغ. سيارتك تجيب لك 400,000 الجي كلاس. جي كلاس. الجي خلاص والله. هذه في اوتلو سيرفر. طيب وتروح تجي على ايش طيب؟ تروح اكسنت تجي على ايش طيب؟ اكسنت عادي اقدر استاجر لي موتر يمشيني لين ما اخلص الامور، تضبط الميزانيه وارجع إيجار. اخذ لي موتر. اوكي. لان خلاص انا ضخيت الكاش فلو كامل في المشروع. كاش حلو، فلو عجبني. تفكيره حلو، كاش تفكيره فلو. حلو إيه. كبده خلاص. كسياره يعني. طيب خلينا نروح للي بعده. لو عندك 100,000 كاش في- فلو لا مو كاش نفسي اقولها بس نفسي اقولها اوكي. حافظ لا نظام. لا مو كاش فلو. عندك 100,000 ومشروع 500,000 زين كيف بتدبر الباقي؟ عطني شهر وش بتسوي؟ بدبر الليله، عطني شهر بس. كيف؟ ذهب هل تبغون اقول لكم اسرار العمل؟ ما ينفع. تسرق؟ ذهب نعوذ بالله، الذهب اعوذ بالله من السرقه. الذهب ممكن يكون الحل اخير يعني بس لا رقم مستحيل. 3 الذهب وش بتسوي؟ الذهب لا الذهب ما يمديك تعتمد عليه كمصدر دخل بالطريقه هذه. جميل. إيه، ما يمديك. لأن بس راح اتجه للعملات الرقميه اللي هي كانت هوايه. لا 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 ما تخش في خطي يا عب. هذه اجابتي مجهزها. هذا حق توحد ما تصلح. لا انا اتكلم على هوايتي السابقه. هوايتك السابقة. العملات الرقميه كانت هوايتي السابقه، فممكن نرجع بس حوت اسبوعين وامشي على طول مباشره وادبرها. امورك خش طيبه المشروع. امورك طيبه اجل. اقنعتني صراحه. نروح ولا عمرك؟ راعي سريلانكا. الشكشوكه كاش فلو 99%. هذه راح اسويها، ندمجها مع بعض وهذه الخطه اللي راح اسويها ان شاء الله. يعني ايش بتسوي بالضبط؟ انت كذا دخلتنا في الجدار. لا جد يعني والله. رقم 4 انا ترى يعجبني انه يتعلم. ايوه. يحب تعلم من سارقها من لساني. إيه. تعلم سارقها من من تجارب لساني. المستثمرين صح؟ في ما يكابر. لا هذا اشتغل، لا بشتغل زي عادي. اروح واحد. اي انا إيه. اتوقع لا لا انا اتوقع ابو سعد انه بيتسلف من خويه اللي في سريلانكا بيدق عليه. ترى رجال اجودي. كفو يعني. اجودي على البلبوفيه البلبوفيه وريتني حق الاخشاب مو المفيد. خلينا نروح المواليد 2005. يا حبيبي والله سبحان الله. خليك هنا يا حبيبي. اي خلاص عشان ما يحتاج سكر. لو عندك مشروع تكلفته 500,000 وانت معك 100,000 كيف تدبر الباقي؟ عندي 3 حلول. في علبه الباص. شوف راهن عليك انا ترى انك بتبغى. عندي 3 حلول. قال لكم العملات الرقميه بس ما قال لكم انه فيها مخاطره. انك تعتمد على عمله واحده هذا شيء خطير. انت ما تدري هل هي مرتفعه الان ولا طايحه، فانا بداخل في اكثر من عمله. اما اني ابيع من بعض العمل واخذ الكاش فلو هذا واحطه في المشروع، سير شكشوكه. او يعني تجلس فتره يعني بس ما عندك مشكله يعني. لا لانه انا من اول اوريدي اساسا داخل. صحيح انت قلت لي قبل شوي انك انت شغال. الله صحيح.
او اذا المشروع ما راح يعني ما يستاهل هذه المخاطره ما راح اخش في المشروع. او الطريقه الثالثه اني اشوف شخص من علاقاتي يكون مستثمر يشاركني في المبلغ، برافو. يخف المبلغ شوي. برافو. يعني ما انت مغامر تكون ابى اكون واقعي مع الموضوع لاني بخاطر في العملات تاخذ وقت، اذا ببيع لازم اضمن المشروع يكون ناجح. خلينا نروح للتقييم الان. انا بقيم بعد اذنك ابو سعد. انا اشوف صراحه انه يعني رقم 2 لازم يكون رقم 1. اوه في منافسه رقم هنا. 2 لازم يكون رقم 1، البزنس ما تغلبني بالبزنس عليك. ورقم 3 يروح رقم 5. يا عمري تسرق مهنتي. لا والله طاح الذهب يا شباب. والله دحدر الذهب دحدر. عبد الله الرجال شغال ذهب. في اختلاف هنا قاعد يحصل. عبد الله الرجال شغال ذهب. معليش ما انا اشوف نظلم انا الرجال. اشوف كذا لازم رقم 5 اعطاني حلول مدروسه صح، وانا اعرف المستثمر. لكن الرجال يا ابو عبد الله ابو سعد انا امون عليك في الموضوع هذا. انا الرجال افهم في البزنس. الرجال هذا ما هو مقنع ابدا. بنشري انتم مون لكن انا شوف انا كيف شامخ ولا علي ما الكلام. بيظلم. انتم مون بس انا ما خلينا ما نعطي بيظلم فرصه صراحة. الجوله الجايه، فلو سمحت روح رقم 5 يا او رقم حبايبي. 3. تعال سعر الذهب هنا ما عندك كلمه شيء تبي تضيفه؟ انا ما ودي انك انت تبقى 3. ما نبي نظلم الرجال صراحه. انا وجهه نظري يا ابو شوف- سعد. طيب اقول لك حاجه ابو ابقي بس عليك يعني امون بعد عليك صح؟ اي تمون علي. الرجال شوف شغال بالذهب وشغال بالبيتكوين قبل بعد. الرجال اكبر من كم سعر البيتكوين؟ رقم 5 دقيقه بس. زين زين اكبر من رقم 5 حلو. رقم 5 فاهم وشغال على السيف. الرجال سيفتي ما يبي يغامر فهمت؟ ما يبي يغامر الرجال ما يحب رقم 3 شغال على الذهب شيء طيب. حتى يبقى عمر. خلينا ابو سعد نسال سؤال ونحكم يعني بينهم ونشوف من اللي راح يروح رقم 5. وش رايك؟ هي الحين قائمه بين 3 و5. اي فاحنا صراحه نبغى نعرف من اللي يستحق انه ياخذ يعني المركز الخامس ومن يروح رقم 3. اوه هي حسمت 3 و5 بعد. هي خلاص الأول. هي ما عاد فيها. الحمد لله. سؤال الرقم 3 كان تسمعني عبد الله. تفضل. رقم 3 اكثر زباينك للذهب. اكثر زباين الذهب مين؟ بالعمر فئه العمريه. اكثر شيء اللي يكونون في الخمسينات. يعني خلاص كبار. اي وشاربين السوق شرب ما شاء الله تبارك الله، نتعلم منهم. يشتري الذهب ويشتري الذهب وخلاص ويخليه بالبيت ما يبيع. اي هذه مشكله وهذه معضله. هذه مشكله وبعدها يموت. بالضبط وهذه طب مشكله. ممكن توفى قبل يشتري الذهب، كيف بتمول المشروع؟ يلا تفضل. كيف كيف؟ اوكي. لا بدادر. اشرح مره ثانيه. العمر كله. يعني زباينك يعني الفئه العمريه الكبيره. انا عندي ملاحظه هذول هم اكثر. خلينا بس نرجع لك دقيقه بس شوي. لو سمحت. طيب ابو نروح سعد. من 3 ابو نروح. سعد انا اشوف صراحه يعني الاستثمار في الجيل الجديد يكون افضل من أنا الاستثمار في الجيل هو يودي انا 5 اقتنعت مسمار. بالشغله هذه انه صح فعلا الذهب كله لو سمحت. تراهم نفس المواليد. كيف؟ لا. نفس المواليد كلهم. لكن الرجال ما شاء الله فكره 2001 بس الرجال فكرته احسن. نعم. فانا اقول برضو شغال. والله تفرق. طيب والله ليه والله ما عاد فيها صراحة. والله ما عاد فيها خلاص. تعال 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 انا محاربه. تعال طيب تعال لحظه 3 ثانية. بعد ايش؟ بعد ايش حتصفق انت وبعدين؟ الجيل القادم انت الجيل القادم يا حبيبي الله يرفع قدرك. لكن مو- اطلع انفتح على الناس بإذن الله. انفتح على بإذن العالم الله. انزل شوف بس انا عشان اقنعكم زياده في العملات الرقميه اقدر ادخل واحد السوق واخليه يشتري الاسهم كامله ويرتفع سعره في لحظه. ارجع 5. طيب احنا اعطيناك 3 انك بالالعاب خلاص عملات عملات لا انت كذا انت طلع الجيل بدحدح. الجديد طلع الجيل الجديد. تمام. الرجال شغال على الجيل اللي خلاص شغال على الجيل الجديد جيل حديث راح يكبر معك ويمشي معك. صحيح. طيب اوه انا وانا زيك عربي زي كذا كذا مشروع ساعات غير موفق ابدا. تلبس ساعة ثانية انتبهوا وسمها. واحدث. ارفع عليك. وين بتروح؟ طيب انا بلس اشوف 1 انا اشوف صراحه انه كذا التقييم يكون على ما هو عليه. واشوف انا احس هذا- اثنين ما هذا سووا شيء التقييم بس وراكم من- صوره مع كريستيانو مدري ايش اقدر اجي انا هنا. احنا ادرى بشغلنا. اوبا تبيني ارجعك 5؟ لا حبيبي والله عيب ترى والله. بس تبغى ملاحظه. اعطيك تعهد بس. يعطيكم العافيه يا شباب. يعطيك شكرا العافية. على التواجد. يعطيكم العافيه الله يعافيك. مستثمرين الفلس. شكراً ما لكم. قصرت. لا نقول لكم داعي يا اخوان ولكن الى لقاء قريب ان شاء الله. سلام. سلام. امان الله. شكرا.